ممكن بعد إذنك تشيل انتمائك على جنب النهاردة إن كنت أهلاوي زملكاوي أو إسماعيلاوي، وتخرج المشاكل الإدارية بين الفرق إن كانت بقى أهلي وزمالك. وبص الاتنين عندهم مشاكل إدارية والاتنين أهم حاجة مصلحتهم وكل حاجة. فكك بقى من كل ده واديني سبب وحيد يقنعني إن أنا ما أحبش النادي الأهلي النهاردة وما شجعش لعيبة النادي الأهلي النهاردة. على فكرة النادي الأهلي كان كفيل يخلص النتيجة 6-7، يعني جايب 3 وفي انفرادات ضايعة وفي 3 بيروح على 1 وفي الآخر بيحصل حبة دلع. القدر كان رحيم بنادي الترجي النهاردة وجماهير النادي الترجي ومجلس إدارة النادي الترجي، وده ما يقللش من نادي الترجي، بس كلنا شفنا. وخلي بالك حب النادي الأهلي النهاردة وتشجيعي ليه ما يقللش اللي أنا زملكاوي. أنا زملكاوي وابني غصب عنه هيطلع زملكاوي، ده ما يقللش. أنا مش منافس للنادي الأهلي، والعكس أنا طول ما النادي الأهلي مش منافس ليا المفروض أشجعه، وطول ما النادي الأهلي مش منافسه الزمالك المفروض يشجعه. ده الواقع. المفروض الواحد يكون فخور بالنادي الأهلي اللي هو بيمثل مصر وبيقولوا الأهلي المصري. وخلي بالك شخصية البطل بتبان. على فكرة ممكن يكون في الأهلي في الزمالك أو في الترجي، يعني لو جبنا لعيب قصاد لعيب ممكن يكون في لعيبة إمكانياتها أعلى من لعيبة النادي الأهلي، بس شخصية البطل هي اللي بتبان. شفت اللعيبة عاملة إزاي؟ اللعيبة متجمعة فريق واحد، خايفين على حرق الدم جمهورها، بتحب جمهورها، بتزعل على زعلهم. لكن في فرق لا مش فارقة معاها، اللعيبة مش فارقة معاها، مع ان ممكن امكانيات الفرقة دي كلعيبة افراد افضل من لعيبة النادي الاهلي، لكن الجماعة لا. لكن النادي الاهلي فريق البطل، شخصية البطل هي اللي بتبان. خلي بالك الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي كده في النهائي خلاص. وانا قلت لك النادي الاهلي وصن داونز في النهائي من بدري، بس ساعتها ما اعرفش. صن داونز فريق كوره، فريق محترم، فريق يعني ممتع، فريق مش افريقي تحسبه بقى اوروبي امريكا اللاتينيه. تاني حاجه رساله لجمهور نادي الترجي، انت لو موجود كان النتيجه هتتغير، كان هيبقى في ند، كنا هنشوف الترجي حاجه تانية. لكن اعمال الشغب اللي انت عملتها ادت بيك الى ايه؟ ادت بيك انت، عشان انت اللي هيتحرق دمك النهارده وانت اللي هتزعل. اللعيبه اصلا كده في معظم الفرق بتطلع تسهر وخلصت. لكن مين اللي بيبقى حزين؟ الجمهور، ان كان جمهور الاهلي ولا الزمالك ولا الترجي ولا الاسماعيلي ولا الكلام ده. شفت اعمال الشغب بتاعتك ودت فرقتك فين؟ واتمنى ان احنا ما نقلدش وما نمشيش على الخطى ده. يعني مش عايزين ايه؟ احنا ما صدقنا الاهلي بقى يخش له جمهور والزمالك هيخش له جمهور بال50 و60 الف. شفت الفرق الجمهور ايه؟ وشفت الفرق بيننا كلاعبتنا واللعيبه دي؟ يعني شفتوا الفرق؟ الجمهور يا جماعه، الجمهور بيبقى حافز للفرق دي جدا. على فكره يعني امكانيات اللعيبه بتاعت مصر مع احترامي للترجي او الرجاء اعلى، يعني امكانيات اللعيبه في مصر اعلى من الرجاء والترجي، بس الترجي والرجاء وتونس والجزائر والمغرب والناس دي عندها جمهور عظيم يهز جبال. انت فاكر لو في جمهور النهارده كان النتيجه تلعب كده؟ اتمنى ان الدنيا تستقر في الترجي وتستقر في مصر وتستقر في لعيبه في جمهور الزمالك، عشان اهو احنا مستوى لعيبتنا عالي جدا، مستوى لعيبتنا عالي جدا، بس فرق معانا الجمهور. لو بيخش لنا جمهور هنبقى قد كده 10 مرات. زي ما هما بيدخل لهم جمهور كنت بتترعب من الترجي والرجاء، بانت اول لما الجمهور اختفى بانت الفريق. ما تعرفش انت بتلعب في مصر ولا بتلعب في تونس. هارد لك للترجي والف مبروك للاهلي، وده ما يقللش من اللي انا زملكاوي وهفضل زملكاوي وبعشق نادي الزمالك وابني غصب عنه زملكاوي. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.